السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. يلا بينا بقى نعمل النهاردة مع بعض حلا جميل جدا وسهل وبسيط. بحب اوي سلسلة الحلويات اللي بتبقى بدون فرن وبدون بيض. ما شاء الله جميلة جدا، وعملناها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الصوص فيها رهيب جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض الحلا الجميل ده ازاي. اول حاجة هبتدي بيها طبعا اللي هي الصوص. جبت عندي درق الخلاط ونزلت فيه بكوباية من الحليب، ونزلت فيه بكيس من الكريم شانتيه الخام زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي، ومعايا 2 باكت من الكريم كراميل بالطريقة دي زي ما انتوا شايفينهم. طبعا انا كده نزلت بكوباية من اللبن وكيس من الكريم شانتيه و2 باكت من الكريم كراميل بالطريقة دي. وبعد كده حطيت عليهم 3 معالق من السكر، لو انت مش حابة ان انت تحطي سكر عادي برضو. وما شاء الله ضربناهم مع بعض كويس جدا في الخلاط. يعني ادتني قوام رهيب جدا وقوام حلو خالص. ما شاء الله جبت عندي بقى صينية بايركس، اي صينية عندك. جبت عندي بقى البسكوت ده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفينها كده، وابتديت ان انا ارص البسكوت كده عندي في الصينية بالشكل ده. وبعد كده جبت عندي كوباية برضو من الحليب، وابتديت ان انا اسقي كده البسكوت بالحليب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. كده ما شاء الله البسكوت كده سقيته باللبن بالطريقة دي. هجيب عندي بقى الصوص اللي انا عملته اللي هو صوص الكريم كراميل بالطريقة دي، وهنزل بقى بالصوص كده على البسكوت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ما شاء الله يعني الحلا ده طلع رهيب جدا، والطعم بقى مش قادرة اقولك طعمه حكاية، طعمه حلو جدا. بعد كده بقى جبت عندي البسكوت وابتديت ان انا احط تاني طبقة من البسكوت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى جبت عندي الصوص اللي باقي وابتديت بقى ان انا اصبه كده على البسكوت بالطريقة دي اهو كده. ما شاء الله حطيت باقي الصوص كله. زي ما انتوا شايفين كده البسكوت بقى هيخمر معايا كده في الصوص ده، وهيبقى جميل جدا اهو زي ما انتوا شايفينه ابتدى ان هو يخمر معايا. بعد كده بقى جبت عندي الكيس اللي هو الكراميل اللي جاي مع علبة الكراميل كده بالشكل ده. ابتدي ان انا احط عليها اي خطوط كده عشوائي كده بالشكل ده اهو كده. ما شاء الله مش عايزه اقولك بقى كان طعمه رهيب جدا. طبعا دخلتها التلاجة قعدت معايا ساعتين بالظبط في التلاجة، وبعد كده بقى هنشوفها بعد ما تطلع من التلاجة. وبكده ما شاء الله يا بنات طلعتها من التلاجة والبسكوت كان خمر معايا في الصوص ده. بصي الصوص كان جميل جدا فيها، والقوام بتاعها جميل جدا، والطعم بقى حكاية. زي ما قلتلكوا بحب بقى سلسلة الحلويات اللي بتبقى بدون فرن وبدون بيض. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هتعمليها بكل سهولة وكل بساطة وهتفرحي اولادك، وما شاء الله حاجة حلوة جدا هتعمليها زي ما انتوا شفتوها كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.